حطوا قنبلة في القصبة. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عمر تي في. اليوم غنشوفوا فيديو ديال الفرنسيين أرادوا تفجير القصبة في الجزائر. هذه صورة لمستوطنين فرنسيين قرروا تشكيل ميليشيات وعصابات مسلحة لمقاومة ثورة الشعب الجزائري. كانت هذه الميليشيات تعمل بضوء أخضر من الجيش الفرنسي. قررت هذه العصابات تفجير حي القصبة وهد الحي على ساكنيه. فطريقة البناء في القصبة تجعل من كل البيوت مترابطة مع بعضها البعض، فسقوط أحد المنازل يعني سقوط عدد من المنازل المجاورة المرتبطة بها. وفي الظلام زرع المستوطنون الفرنسيون تلك القنابل داخل القصبة. مجرمين، شفتي المجرمين اللي كيلعبوا علينا دابا بالديمقراطية. شفتي شنو كانوا كيعملوا؟ كيحطوا قنبلة بالليل باش يموتوا الجزائريين مسلمين فين؟ في أرضهم، في بلادهم. لينا كان العسكر الفرنساويين، العسكر عام مبين، وكانوا دي مجموعات. الجزائر عانت من الاستعمار الفرنسي بزاف، وباقي كتعاني منه حتى دابا، باقي كتعاني من الاستعمار الفرنسي. نتاع فرنساويين يهاجمونا بصح ماهمش معروفين. حطوا قنبلة في القصبة على وحدة نتاع الليل. هذا الفرنسيين وهذيك القنبلة على بالك القصبة شفت كيف الديار كي تطيح دار هاي تدي معاها زوج تلت ديور لأنها مربوطة ببعض. بنيان تاعنا في القصبة بيت هكذا في بيت. كي حطوا هذيك القنبلة الناحية كامل طاحت. شحال من ميت؟ 70 ميت هذاك الوقت رفدوه الجر. الله يرحمه ويوسع عليه. ولاد الصغار الشيوخ انسى. هذيك الليلة جهنمة في القصبة. الشعب الناس القصبة بهذيك الحرارة والزعام حبوا يخرجوا في ذيك الليل الصباح 3 4 تاع الصباح. رفضوا. واش رفضوا؟ وقالوا نهبطوا نهاجموا الجهة الفرنساوية. جبهة المنظمة هذاك، وهذاك الوقت كان ياسر سعدي ديجا في القصبة عايشين معاهم، كانوا معاهم. كي شافوهم رايحين رجال باغيين ينتقموا منهم، حبسوهم وقفوهم وناضوا تكلموا قالوا لهم احنا الجبهة معاهدينكم. اعترفوا قدامهم كيما ضربونا نضربوهم. الجبهة هو اللي كان مع علي لابوانت، هذا مجاهد كبير في الجزائر في القصبة، كان ساكن في القصبة. إلا تروحوا كيما رحتوا رايحين واحد منكم ما يسلك، راهم العسكر اللي باغا في كل مضرب ما تجيو توصلوا للنواحي نتاعهم تكونوا ميتين. والشعب جبهة مسحقاتك، انتو مركزين عليكم، روحوا لديوركم ندفنوا الموتى نتاعنا، رانا هنا ندفنوهم وحنا حتى احنا نوروا لكم. بعد تفجير القصبة ازداد الاحتقان في الشارع الجزائري ضد فرنسا وجيشها ومستوطنيها في الجزائر. قامت القوات الفرنسية بمحاصرة حي القصبة، ووضعت حول الحي طوقا عسكريا وأسلاكا شائكة تراقب الداخل والخارج من هذا الحي، حيت عارفين يرجعوا الضربة، حيت عارفين الجزائريين راه ما يسكتوش، الجزائريين يرجعوا الضربة. قررت زهرة ظريف
وصديقتها سامية الخضاري بأن تخاطب جبهة التحرير لضمها لقواتها المقاتلة في الجبهة. بعد هذيك القنبلة في القصبة اللي حطوها الهواد العسكر، الجبهة قررت تنتقم من فرنسا، وكما قتلوا 70 عبد هذاك الوقت حتى هما رايحين هكذا. احنا كنا علمنا سامية وانا باللي قادرين نقوموا بعمليات في هذه هي كانت معاه، كانت مع الجبهة هاد السيدة. في النواحي تاع الفرنساويين. احنا هذاك الوقت كنا باتصال مع ياسر وطالب عبد الرحمن الله يرحمه، هو اللي كان لاختيفيسي، وكنا قلنا له بلغ للخاوة، هذا هو الكلام تاعنا بكري، باللي احنا مصممين نكونوا في من الجبهة. الفدايين، وها هو البرنامج نتاعنا، قادرين نحطوا البومبات لكم، قادرين نتوما تخدموهم سمعوه. عند الفرنساويين. السعدي من واحدة من يعني خصهم الجبهة تعمل لهم قنبلة وتعطيها لهم وهما يمشيو ينزلوها. تروح للقصبة. ليش؟ سبحان الله. اولا باش يتعارف، يشوفنا، يعرف مع من رايح يبرمج، يعني ضربة كبيرة. يبون يتعرفون عليكم قبل العملية. اولا هو يشوف ويوزن العمل، وباش حتى احنا نتعرفوا بهاد الجماعة شكون هما. راحت سامية، وهذاك النهار اللي تلاقات مع جميلة بوحيرد. وين؟ في الدخلة تاع القصبة، فيه شروط كيفاش نكون لابسة، واش نكون شادة في يدي كي تجي نتيا، باسكو الخوف. وين رايحين يعرفوا ما نعرفوش بعضنا. جميلة كانت هذاك الوقت في دارها، السعدي والجماعة نتاع لازون وتونا متخبيين عندها في دارها. دوك وصلت سامية هذاك النهار، راحت مع جميلة وتعرفت مع السعدي الله يرحمه ياسر، وجماعة نتاع اللي كانوا هما قاموا بالبومبات هذوك هما. السعدي كان موجود داخل بيت جميلة؟ كان موجود في بيت السعدي هذا كان ضمن قائد مجاهد من المجاهدين اللي كانوا مع الجبهة. جميلة. جميلة سعدي كانت مرتبتها أعلى منكم ذاك الوقت ولا جديدة على الجبهة؟ ما تعرف؟ ما نسألوا ما سألتنا. إيش تقول لك سامية لما اجتمعت معهم؟ وش اللي صار؟ إحنا هذاك الوقت شوية ما كنا ما نعرفوش القصبة، أنا بلادنا وما نعرفوهاش، وكنا نشوفوا في هذا المجاهدين يعني كما كان الشعب يشوفهم شيء عظيم أبطال، يعني كي الصحابة، كما سيدنا علي وكما صلاح الدين الأيوبي، خالد بن الوليد، هكذا. كي جات وقلتها كيفاه، قالت لي لو كان تشوفي الشاف نتاعنا الصغير لابس هذاك الجين ما هكذا ويضحكوا ومتليمين وفطرنا مع بعض. هذه سامية تقول لك هو كان مرتبة كبيرة. المرتبة كبيرة، احنا ما كناش عارفين مي هو اللي كان فوقنا كثير يعني كيما احنا إنسان طبيعي. هما إنسان طبيعيين، ولكن العزيمة والإرادة والجهاد في سبيل الله
هو الأسمى. بصعد وياسين، وانا فطرنا مع بعض وضحكنا وحدثنا الامر. قالت لي اني تكلمت له عليك وقلت له بينك كاينه اخت اللي انا نضمنها واللي قابله تحط فاني قنبله في النواحي تاع الفرنساويين. نواحي فرنسا، أنا كنظن باللي القصبة فحال كانوا عاملين الحدود منطقة، فهمت؟ منطقة فرنسيين ومنطقة جزائريين. الوغ هو كان هكذا السعدي مع المناضلين نتاعو، عطانا الحريه التامه، سووا اللي تبغوه. اختاروا المضرب اللي تحبوا تحطوا فيه القنبله هذه، الكيفيه نتاع كيفاش رايحين تبرمجوا حاجتكم. عندك كان حنا نقرروا النهار ونقرروا الساعه فقط، الشيء الاخر بين يديكم. سامية لما طلعت من الاجتماع كانت معها القنبلة؟ لا، كان ما زلنا هو في هذيك الوسمو كانوا بداو تعرفوا. ومن بعد لازم يشوفوا العباد هادو البنات هادو اللي يعرفوا مع من رايحين يخدموا. سبحان الله. اللقاء مزيون، فيديو جميل جدا. شكرا حيت شفتوا هذا الفيديو هذا. تعمل لايك، تشارك في القناة. كان معك عمر من قناة عمر تيفي تهلا. وإذا بغيت الجديد اعمل لايك وشارك وكتب تعليق، وشكرا.